لما كونجر صغير يوصل لعمر 6 شهور بيفضل لسه يحب يقعد جوه كيس مامته. معظم صغار الكونجر بيقعدوا في كيس حوالي 8 شهور لحد ما كيس يضيق وتبتدي الأم تعود ابنها على الفطام والانفصال واحدة واحدة. الكونجر الصغير بيبقى ضعيف جدا في السن ده وما عندوش أي قدرة يحمي نفسه، وأول ما بيحس بخطر أول حاجة تيجي في باله هي أمه. عشان كده أول ما بيشوف الكيس بيغوص جواه فورا. كيس الكونجر مش بس عشان الرضاعة، ده كمان بيدي إحساس قوي بالأمان، وساعات الإحساس ده ممكن يحصل حتى مع البشر، يعني شنطة أو حضن إنسان ممكن الكونجر الصغير يحس إنها ملجأ، وعشان كده ممكن تلاقيه داخل يجري على حضن بني آدم عادي جدا. بس لما كونجر بيكبر ما بيبقاش محتاج الكيس ده تاني، جسمه بيبتدي يقوى وعضلاته تبقى واضحة وقوية جدا. ذكور الكونجر بطبيعتهم عدوانيين، وأي حاجة تقابلهم تحس إن هما جاهزين يخشوا خناقة فورا، ولما كونجرين يقابلوا بعض بيقفوا على رجليهم الاتنين ويحاولوا يخوفوا بعض. في شوارع استراليا مقابلة الكونجر حاجة عادية جدا، وساعات بتكون فرصة إنك تقابل كونجر أكتر من إنك تقابل جارك نفسه. بس المهم نوضح نقطة أخيرة، دخول الكونجر جوه حضن إنسان أو شنطة ده مش سلوك طبيعي بيحصل دايما، دي حالات نادرة وبتكون غالبا لما كونجر يبقى صغير جدا أو تايه أو متعود على البشر. اللي بيحصل وقتها مش صداقة، دي مجرد غريزة بحث عن الأمان في الطبيعة. المكان الوحيد اللي الكونجر الصغير بيحس فيه بالأمان الحقيقي هو جوه كيس مامته. وأخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير وتابعني وانتظر المزيد. شكرا.